وبشكر لعيبه المغرب، انتوا يعني مصممين تدونا دروس. يعني سقفنا لكم وهنسقف لكم، بنسقف لكم على لعبكم وبنسقف لكم على بركم. خلي بالكم دايما في انطباع كده لعيبه الكوره دول متدلعين، وخلي بالك كمان دول معظمهم اللي مولود في فرنسا واللي مولود في كندا واللي مولود في مش عارف ايه، لكنه الام يا جماعه، الاسره الاسره الكيان، الام اللي عرفت تربي وتنجح وتكبر وتعظم وتعلي من شأن امه. بر ام وفرحه امه. عجبني كمان قوي العنوان، لانه في حاجات كده قالوا لي مالكش دعوه بيها، ده التقرير بتاعنا احنا يا كابتن وليد عبد السلام وفريق الاعداد وفيصل زيدان، حاجه ابداع يعني. بس الابداع الاكبر منهم ام عمرها ما راحت الملعب. ام وليد بتقول انا عمري ما رحت له الملعب، لا هو بيلعب ولا هو، بس جات له. والتسجيل انت شفت له وليد ده قديم، بيتكلم على بر الام يعني. الله يخليكم الله يخليكم الله يخليكم، ما تجوش تقولوا لنا اجر الرضاعه واجر العمل واجر البتاع. هي الام دي محتاجه اجر، هي اللي قدامكم دي محتاجه اجر. هو ده الاجر اللي هي خدته، ان العالم كله بيتفرج عليها، ان العالم كله بيحكي ويتحكى بيها. انا على فكره بالعكس مش ضد انه واحد وزوجته واحد بالعكس بكون سعيد جدا جدا، وطبقا للطباع الاوروبيه اللي عنده خطيبته هم احرار تماما تماما، ونحترم جدا جدا مشاعرهم. لكن نجل بقى ونجل ونحب ونحترم ونقدر ونسعد ونصفق للاصاله، للتربيه، للبيت، للاسره، لعالمنا العربي، لتقاليدنا، لقيمنا. اهي الصوره قدامكم احلى واجمل واروع من اي حاجه. في حد اتكسف من امه اصلها لا مؤاخذه كبيره في السن شويه، ولا اصل لبسها مش عارف ايه، ولا اصل الحجاب، ولا واحده مهتمه بشكل اللبس، مهتمه انها تروح تدعي لابنها، تدعي لفريقها، تدعي لوطنها، تدعي لبلدها، تدعي لعالمنا العربي بالكامل، فتصبح هي حديث العالم اجمع. هذا درس جديد، هذا درس عظيم. هذه القيم والمبادئ وتعليم الأديان. اوعى تتكلم على المسلم بس، اتكلم على المسلم واتكلم على المسيحي واتكلم على اليهودي واتكلم حتى على اللي عنده خلق واللي عنده قيم، بصرف النظر حتى عن الأديان. اتكلم على الفطرة السليمة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عليها. يعني احنا عاملين نسقف للمغرب من أول البطولة، لكن هنا مش نسقف بس، نصفق وننحني إجلالا واحتراما وتقديرا وإجبارا. إلهي يا رب ربنا يبارك لكم، وإلهي يا رب دعوات أمهاتكم توصل لكم وتاخدوا البطولة يا رب، وحتى لو ما خدتوش البطولة انتوا في عينينا أبطال. مليون قبلة على رأس كل أم، ومليون قبلة لكل لعيب الحقيقة فرح كل أم وفرحنا وادانا درس جديد. هذه هي الثوابت الحقيقية التي لن نتخلى عنها في يوم من